وسط عاصفة ثلجية قوية في إقليم أزيلال، مروحية الدرك الملكي كتحرك في مهمة مستعجلة لإنقاذ الأرواح. اليوم الاثنين اللجنة الإقليمية لليقظة دارت المستحيل باش تنقل 5 ديال المرضى من زاوية أحمصال اللي حصرتها الثلوج. التساقطات الثلجية والمطرية وصلت لمستويات قياسية لدرجة أن سيارات الإسعاف ما قدرتش توصل لاسم السوق ودوار سلولت. الحل الوحيد كان هو التدخل الجوي لنقل المرضى للمستشفى العسكري الميداني بأيتي محمد تحت إشراف أطر طبية مختصة. ولكن القصة ما وقفتش هنا. في إطار عملية رعاية، أزيلال شهدت ملحمة إنسانية البارح الحد. وسط البرد القارس تم تأمين 4 ديال الولادات ناجحة، وحدة منهم من منطقة أيت بولي اللي تنقلت في ظروف صعيبة للمستشفى الإقليمي، وبفضل يقظة الطاقم الطبي الأم والمولود دابا في صحة جيدة. حالات مماثلة تسجلت في تبانت ووزغت، والكل تجند باش ما تضيع حتى روح. هاد الأبطال كيأكدوا لنا أن الاستعداد دايم لخدمة المواطن واخا تكون في ظروف قاسية. تحية تقدير لكل من ساهم في هذه المهمة. نتوما شنو هي رسالتكم لهاد الناس؟ شاركونا دعواتكم في لي كومنتير وتابعوا أخبار اليوم تي في للمزيد.